الخدمات التعليمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية بتضم عدد كبير من المدارس ومن الجامعات الدولية، منها اللي تم تشغيله بالفعل. الجامعة الكندية كانت أول جامعة تتم تأسيسها وتشغيلها بالفعل داخل العاصمة الإدارية الجديدة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة الكندية سنة 2018، ودي كانت أول انطلاقة لجامعة داخل العاصمة الإدارية، وذلك بسبب تقديمها أحدث فرع هندسي في العالم وهو هندسة الطاقة المستدامة، وده اللي بيحقق رؤية الدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة. جامعة كوفنتري البريطانية الموجودة في منطقة الأرسنال تم تشغيلها سنة 2019، تحتوي على عدد من التخصصات: كلية الهندسة، كلية الإعلام، كلية علوم الحاسب. الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة موجودة من سنة 2019، بتقع في موقع مميز جدا على محور محمد بن زايد الجنوبي وفي قلب النهر الأخضر. بتضم عدد من التخصصات زي كلية الهندسة وكلية التصميم وكلية إدارة الأعمال وكلية علوم التكنولوجيا. مستشارك العقاري KHL من الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة.